يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة خطيرة موفرة على الآخر وفي نفس الوقت طعم رهيب في منتهى الجمال. بجد حاجة حلوة خالص هتعجبك يا ست الكل، وهتخلي حبايبك يطلبوها منك على طول. دي ايه؟ دي البصارة المصرية. خسارة خسارة فراقك يا بصارة. دي حاجة بتتعمل من الفول المدشوش بالنعناع، بس حاجة ايه فوق الوصف فوق الخيال، حاجة جميلة خالص. تعالي نشوف هنعملها ازاي. اولا اللي انا جبت نص كيلو فول مدشوش اللي هو متقشر، يعني هغسله مرة واحدة بس، وبعد ما اغسله المرة الواحدة دي هصفيه بالمصفى لغاية ما المية بتاعته تنزل منه، بعدين انقعه لمدة 5 ساعات بحالهم في المية لغاية ما اروح احضر النعناع بتاعي. النعناع ده هو اخضر، انا بنشفه يا اما بالاوراق بتاعته يا اما بالعيدان، انتي وراحتك. انا مرة كده انشفه ومرة كده انشفه، بس هو دلوقتي طري شوية، بس هقولك هتنشفيه اكتر ازاي. نركنه على جنب ونرجع للفولة بتاعتنا. دلوقتي بعد ما فات ال5 ساعات براحتك، عايزة تكتري عدد ساعات النقع بتاعه براحتك، بس انا كنت بصراحة مستعجلة. دلوقتي هحطه في حلة، وهحط بالظبط بصلتين كبار وراس تومة بحالها، هقطعهم حتت صغننة على الفول المدشوش المنقوع. هحطها حتت صغننة كده شرايح براحتك يعني، او حتى لو حتت كبيرة كده كده هيستوى مع الفول وهيبقى جميل خالص ومهري. هوزعه كده ويلا بينا على النار. بس قبل النار هنحط شفشق حلو كده من المية محترم تغطي الفول مع البصل والثوم، تغطيه كده وبعدين توديه على النار وتسيبيه وتغطيه لغاية ما يغلي. اما يغلي غلوتين حلوين كده، شفتي انا بوريهولك دلوقتي عامل ازاي. ممكن بقى حضرتك تشيل الريم اللي عليه، يعني زيادة في التأكيد علشان ما يعملش يغير لونه يغير من طعمه، بس لو انت عايزة تسيبيه براحتك، هو ما بيغيرش قوي يعني، بس انا بحب اشيل اي ريم من اي اكلة انا بعملها على النار. دلوقتي سبته يستوي على النار، على نار هادية طبعا لمدة ساعة كاملة. اهم حاجة التسوية بتاعت الفول دي لازم تبقى زبدة، شايفة زبدة على الاخر. ودلوقتي بعد ما طفيت النار هحط عليه كوبايتين مية كبار عشان يبرد بسرعة عشان اضربه في الخلاط. دلوقتي هحطه في الخلاط يتضرب على الاخر علشان يبقى كريمي. هوريها لك من جوه الخلاط هو عامل ازاي. لا ده ناعمة خالص، مش قلتلك اهم حاجة التسوية اللي على النار لغاية ما الفولة بتاعتك تبقى سايحة خالص وزبدة على الاخر تبقى كريمي. ممكن في المرحلة دي اللي انت تصفيه بالمصفى، بس بصراحة الفولة بتاعتي كانت مستوية حلوة قوي فكانت مش محتاجة انها تتصفى. وبعد اما ضربته في الخلاط الضربة تمام وحطيته في حلة تانية على النار برضه هكمل سواه، هحط معلقة كبيرة من الملح ومعلقة من الشطة عشان تكون سبايسي شوية. لو انت مش عايزاها سبايسي مش مهم، تبقى ملح وبس. اما اي بهارات تانية لا، ما تحطيش اي بهارات تانية. وهنعمل بقى التقلية بتاعتها الجميلة. عارفة تطشة الملوخية؟ هي بالظبط زيها، 3-4 معالق زيت كبار، والراس التومة بحالها مدقوقة دقة محترمة هتحطيها على البوتاجاز لغاية ما تتحمر، وبعدين تشيلي شوية من التومة المتحمرة دي عشان ده هيبقى
التزيين بتاع الوش بتاع البصارة. شايفة عامل ازاي؟ لونه برونزي وجميل ومقرمش على فكرة. وهناخد بقية التومة المتحمرة وهنعمل زي بالظبط الطشة بتاعة الملوخية، هنحطها على الفول اللي هو مضروب طبعا في الخلاط، وهنقلبه تقلبتين حلوين كده، كل ده وانا بكمل سواه على النار. بعد ما نقلبه بقى هيجي المرحلة دي دور النعناع. انا قلتلك اللي انا منشفاه، بس بصراحة كان طري شوية، حمصته على البوتاجاز لغاية ما يطلع اي رطوبة فيه، وبعدين بايديك الحلوين دول تقعدي تفركيهم شوية كده لغاية ما ينعم معاكي، وتجيبي مصفى صغنونة، وبعدين كل شوية بقى على الفول تحطي شوية، وبعدين الكبشة بتاعتك هتغرقي النعناع الأول، مش هتقلبيه، هتغرقيه كده تغطسيه في الفولة عشان ما يكلكعش معاكي. شايفة الطريقة دي؟ مش تقلبيه على طول، لو قلبتيه على طول هيكلكع معاكي وهيبقى حتت كده مكلكعة من النعناع. انتي تصفي شوية كده، وبعدين بالكبشة تقعدي تغرقيها الأول وبعدين تقلبيها بالظبط كده. بعد التقلبتين الحلوين كده كده خلاص استوت على الآخر. انا هطفي واروح اغرف دلوقتي الاطباق بتاعتي براحتك بقى، اطباق استانلس ستيل، اطباق فخارية، اطباق صيني، انتي وراحتك. بعد ما اغرفها هزينها بقى بالورد بتاعي. الورد ده اللي هو ايه؟ التومة المتحمرة المقرمشة اللي لونها برونزي وجميل، الريحة جنان، الريحة خرافة بجد بجد بجد، الريحة حلوة خالص، ما بالك بقى بالطعم. هفضل على طول كده اوزع في الاطباق. طب افرضي وانتي بتوزعي في الطبق في نقطتين كده جم على الطبق، عادي بمنديل هتشيلي كل النقط اللي موجودة علشان شكل الطبق يبقى حلو وجميل. وبرضو ازينه بالورد بتاعي بتاع التومة. الله، بسم الله ما شاء الله، بجد الأكلة دي معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طعمها يبقى جنان وبجد أحلى طعم. بجد الأكلات دي يا جماعة بتأكل أكل موفرة وبسيطة وما استهلكتش معايا وقت طويل، يعني عملتها يعني بسرعة، وفرت وقتي ومجهودي وفلوسي، وفي نفس الوقت الطعم كان خطير وهمي يا جماعة، والله بسم الله ما شاء الله. أتمنى اللي انتوا تجربوها، صدقوني مش هتبطلوا طريقة عمايلها لحبايبكم. تتاكل بقى بعيش متحمص ولا عيش طري مع عصرة ليمونة وفلفل سبايسي، ولا تتاكل كده زي الرز بلبن والمهلبية أو كريم كراميل، ده خطيرة. بسم الله ما شاء الله. استنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.